السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهالفيديو رح نعمل عصير مفيد ومنعش وكتير سهل، عصير الكركديه. تابعوا الفيديو للآخر لتعرفوا كيف حضرته. بالأول بمصفى ضفت فيها 2 كوب من الكركديه وغسلتهم شوي لحتى يضلوا محافظين على اللون والنكهة الموجودة بداخلهم. بعد هيك وضعتهم بطنجرة وضفت عليهم 6 أكواب مي تقريبا لتر ونص وتركتهم لليلة كاملة. بعد ليلة كاملة مثل ما انتم شايفين هيك صار لونه مركز. رح أصفيه بمصفى ورح أضيف على المصفى ورق شاش لحتى نحصل على عصير كركديه خالي من أي شوائب. بهذا الشكل اللي رح أعصرهم. بعد هيك برجع ورق الكركديه على الطنجرة لحتى نعمل فيهم عصير مركز الكركديه بس بفيديو ثاني. رح أضيف للعصير اللي صفيته قطرات من نكهة التوت، أو بإمكانكم تضيفوا عصير بودرة بنكهة التوت أو ماء الورد. وبالنهاية المنكهات حسب رغبتكم بإمكانكم تستغنوا عنها. للتقديم في كاسة ضفت سكر وأوراق نعناع وشريحة ليمون. طبعا كمية السكر مثل ما بتحبوا حالات الكركديه لأنه حامض بيكون. بعد هيك هرستهم شوي وضفت الثلج وعصير الكركديه. بإمكانكم تخففوا عصير الكركديه بشوية مي وصحتين. نقدم الطريقة الثانية اللي هي موهيتو الكركديه. بكاسة ضفت فيها أوراق نعناع وشريحة ليمون وسكر، هرستهم. بعد هيك ضفت الثلج وعصير الكركديه وممكن تخففوا بشوية مي مثل ما حكينا. وآخر إشي ضفته اللي هو الماء الغازي، طبعا الكمية مثل ما بتحبوا، وأهم إشي إنه يكون مقاطعة. ولا تنسوا أهل غزة من دعواتكم.